اوعى تدخل مجال الديجيتال ماركتنج قبل ما تعرف جيناتك. ايوه زي ما سمعت كده، جيناتك هي اللي هتحدد لك انت هتنفع ايه وفين في انهي تخصص في مجال الديجيتال ماركتنج. ولو انت فاكر ان انت هتاخد كورس هتطلع منه ماركتير، احب افاجئك انت كده لسه تايه. بس الاعلان اللي انت شفته وشدك وعايز تعمل زيه ده اعلان وراه جيش كامل، كل واحد فيهم ليه مهاراته وليه ادواته، وانت هتبقى واحد منهم. بس الاول يا صديقي تعال اخدك من ايدك ونروح مع بعض نشوف رحله الاعلان اللي شدك وعايز. انا عبد الله عماد بيرفورمانس ماركتير، والنهارده هاخدك من ايدك في رحله البحث عن تخصصك في مجال الديجيتال ماركتنج، وهقول لك اهم الادوات واهم السكيلز اللي تخليهم في شنطتك واحنا طالعين الرحله دي، وهقول لك كمان ايه افضل الاماكن واحسن الاماكن اللي تبقى متواجد فيها عشان تعرف تجيب اول عميل ليك. اول خيط هنا يا صديقي بيبدا من الكونتنت كريتور. الكونتنت كريتور ده اللي هو الجينيوس بمعنى اصح، ده اللي بيقعد يعمل كومبيتيتور اناليسيز وبيشوف ايه الحاجه او ايه الاعلان اللي هيشد العميل بتاعنا ويخليه يتفرج علينا ويتابعنا، ومش بس كده وكمان يثق فينا. بعد ما الكونتنت كريتور بيجيب الفكره وبيشوف احسن فكره واحسن انجل يتكلم منها عشان خاطر نوصل للبيرسونا بتاعتنا، بتروح بعد كده للكوبي رايتر. الكوبي رايتر ده بقى من الاخر هو بياع كلام. يعني ايه بقى الكوبي رايتر ده بياع كلام؟ الكوبي رايتر ده بقى بياخد الفكره اللي الكونتنت قالها له ويبدا ياخدها ويشوف ازاي هيطلع سكريبت يكون فيه هوك قوي والبادي اللي فيه الفكره اللي الكونتنت كريشن عايزها، وبعد كده يبدا يصيغها بطريقه تشد الزبون. ايوه تشد الزبون. العميل بتاعك هو في الاول وفي الاخر زبون، احنا بندور عليه عشان ينادي عليه خد يا باشا خد يا بيه، وبنظهر له الحاجه اللي تعجبه بالطريقه اللي هو عايزها عشان يثق فينا ويفضل معانا. خلصنا. الكوبي رايتر كتب لنا سكريبت محترم متكون من هوك بادي وكول تو اكشن. بعد كده بنروح لقسم الفن او المعمل اللي بيطلع الحاجه دي منتج نشوفه بعينينا. المعمل ده بيبقى موجود فيه اتنين، الجرافيك ديزاينر والفيديو اديتور. طبعا الجرافيك ديزاينر هو هنا بيمسك لنا الفكره دي، يحاول يطلع لنا ديزاين يوصل الفكره دي للعميل بتاعنا من خلال الفيجوال القوي، من خلال الايدنتيتي بتاعت البراند نفسه عشان خاطر يبقى لينا ايدنتيتي واضحه ويبقى لينا هويه معروفه. اي حد يشوف الديزاين يبقى عارف ان الديزاين ده بتاع الشركه الفلانيه او الديزاين ده بتاع البراند الفلاني. روح بقى للفيديو اديتور اللي بيمسك السكريبت او بيمسك الفيديو اللي اتعمل، يبدا يقطعه بحيث ان هو يشيل فواصل الصمت اللي موجوده، او يبدا يحط افكتات، او يبدا يشوف ايه الترانزيشنز اللي هتتعمل عشان خاطر يلعب بالسحر والمزيكا ويطلع لنا في الاخر الفيديو اللي يخليك ما تملش وما تزهقش وما تعملش سكرول. خلصنا والمعمل طلع لنا المنتج بتاعنا النهائي اللي هو الفيديو او الديزاين. بعد كده طبخه استوى. يجي دور مين بقى؟ بيجي دور واحد اسمه ميديا باير. طيب يا عم عبد الله، الميديا باير ده احنا بنسمع عنه، مش ده الراجل اللي بيعمل اعلان؟ لا، هو مش ده الراجل اللي بيعمل اعلان. الميديا باير دوره هنا ان هو يمسك الكرييتيف ده، يبدا يوصله للبيرسونا او يوصله للناس اللي انت ككونتنت كرييتور عايز توصل له المعلومه من خلال البيرسونا بتاعتنا. لان احنا ممكن يبقى عندنا اكتر من بيرسونا، طلبه، خريجين، رواد اعمال، موظفين. فانا الكونتنت اللي جاي لي ده او الكرييتيف اللي جاي ده انت عايز توصله لمين؟ انا عايز اوصله للطلبه فهبدا اوديه للطلبه، عايز اوصله للخريجين هبدا اوديه للخريجين، وهكذا. وبيبدا يشوف هينزله فين، ايه الزون اللي انت شغال فيها اصلا. هل شغال في مصر؟ شغال في الوطن العربي؟ هل شغال في منطقه محدده في مصر؟ فبالتالي يبدا يشوف هينزله فين وامتى وازاي، والاهم من ده كله هيصرف عليه كام. لما اصرف فلوس على الاعلانات يبقى في نتائج ويبقى في مبيعات. وعلى فكره ده لازم يكون قلبه قاعد ما بيخافش، في نفس الوقت شاطر قوي في الحسابات. في نفس الوقت بقى بنلاقي حاجه اسمها سوشيال ميديا سبيشالست. ده الراجل اللي بينظم لنا السوشيال ميديا، هو من اسمه سوشيال ميديا سبيشالست، متخصص سوشيال ميديا. ده الراجل اللي بيمسك السوشيال ميديا بتاعتنا في البلاتفورم بتاعتنا، بينظمها، يقول لنا هننزل انهي بوست امتى وازاي وليه، وايه اهم الترندز اللي موجوده، ويبدا يرد على الناس لو حصل اي مشكله في التعليقات، اي خناقه، يبدا ينظم القصه دي. لو العميل بتاعنا اصلا مش موجود على السوشيال ميديا وبعمل سيرش على جوجل، هنا هيلاقي عبقرينا. مين بقى عبقرينا؟ عبقرينه هنا هو الاس اي او سبيشالست. يعني ايه طيب اصلا اس اي او؟ باختصار كده عشان ده مش مجال الكلام بتاعنا، الاس اي او هو اختصار لسيرش انجن اوبتمايزيشن. يعني ايه؟ يعني المفروض ان اي حد يعمل سيرش على كلمه يلاقيني في وشه او يلاقي الويب سايت بتاعي في وشه. ده دور اس اي او سبيشالست، هو يخلي اي حد يدخل على جوجل يعمل سيرش على كلمه ايا كانت الكلمه ايه، يلاقي المنتج بتاعي او يلاقي السيرفيس بتاعتي. طيب على فكره ده لازم يكون حد عنده صبر جميل جدا، لان هو بيدور على اقل الكلمات واي كلمه ليها علاقه بالمجالات اللي تخص المجال بتاعنا وبيحطها في الباكج. احنا كده عرفنا رحله الاعلان اللي بيمر عشان خاطر يوصل لي في الاخر ويعجبني وابدا اتفاعل عليه وانا عايز اعمل زيه. طيب انا بقى مين في دول؟ تعالى بقى اقول لك انت مين في دول. بص يا سيدي، اول حاجه احنا قلناها الكونتنت كرييتور. طبعا الكونتنت كرييتور ده حد متابع دايما الترندز
حد بيعرف يلاقي الفكره، حد بيعرف يقرا الحاجات اللي بتشد العميل والحاجات اللي ما بيحبهاش العميل، حد بيعرف يشوف الزاويه اللي لو كلمنا العميل فيها هنقدر ناثر عليه. ده كونتنت كريتور. طب اهم ادواته ايه عشان برضو نبقى عارفين؟ اهم ادوات الكونتنت كريتور هي انستجرام، فيسبوك، تيك توك، وشات جي بي تي. طب ليه؟ عشان هو كل دوره ان هو بيبص يشوف ايه الحاجات اللي بتعجب الناس على السوشيال ميديا وايه الحاجات اللي ما بتشدش الناس على السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت محتاج ان الشات جي بي تي يقلل عليه الوقت. مش معنى كان الشات جي بي تي هو اللي بيعمله الكونتنت بتاعه، بس هو بيساعد يقول له ايه الصيغه او ايه الاعلان، او يبدا يفلتر له الكلام بتاعه ويجزئه. يعني بمعنى اصح شغل 3 ايام بيخلصه في 3 ساعات. بعد كده بيجي دور الكوبي رايتر. طب انا اعرف منين اذا كنت انفع ابقى كوبي رايتر ولا لا؟ لو انت هراك من الاخر. يعني ايه لو انت هراك؟ واحده واحده. لو انت بتحب تتكلم كتير، لو انت بتعرف تقنع اللي قدامك بالكلام، تعرف تنقي الجمل المظبوطه، تعرف تشد اللي قدامك بالكلام، تخليه دايما منتبه ليك، دماغه ما تروحش هنا او هنا، مبروك انت كده كوبي رايتر شاطر جدا جدا جدا. ايه ادوات الكوبي رايتر المهمه اللي لازم تكون معاه؟ عقله وقلمه، هو سلاح بس. فكده خلصنا الكوبي رايتر. كده اتكلمنا بعد كده على الجرافيك ديزاين. انا دلوقتي جرافيك ديزاين، انا عايز اتخصص في الجرافيك ديزاين، اعرف منين اذا كنت انفع ابقى جرافيك ديزاين ولا لا؟ بص يا سيدي، الجرافيك ديزاين هو رسم، هو فن. انا حد ما بحبش الالوان، ادخل اعمل ايه في الجرافيك ديزاين؟ انا حد اصلا ما اعرفش الفرق بين اللون البيج واللون الاوف وايت واللون انا واحد ما باخدش بالي من الكلام ده كله. طب انا هدخل الجرافيك اعمل ايه؟ عايز تعرف تنفع اصلا ولا لا؟ لو بتحب الالوان، لو بتمشي في الشارع بتبص تشوف البيل بوردز والاعلانات اللي موجوده في الشارع، تقول بس احنا لو كنا حطينا دي، لو كنا عملنا دي، لو كان شويه هنا زوم اوت، لو شويه هنا زوم ان، مبروك انت كده جرافيك ديزاين. ادخل بقى، خلاص انت بتحب الالوان وبتحب الرسومات وبتحب الديزاينز عامه، يبقى انت كده جرافيك ديزاين. طب انا ما بحبش الكلام ده كله، بس انا بحب اقعد امسك التليفون وانا خارج مع صحابي، اروح ماسك الفون بتاعي اجمع الفيديوز اللي احنا صورناها. بحب اقعد اصور فيديوهات واروح مجمعها اخر اليوم، واقعد اجيب الفيديو ده هنا والفيديو ده هنا، واحط ده هنا واحط ده هنا، وادخل على كاب كات وادخل على انستجرام واعمل فيديوز واعمل ترانزيشنز واعمل. انت كده بتعمل مونتاج على فكره، فانت كده فيديو ايديت. طب انا بحب المزيكا، باخد بالي جدا 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 من ترانزيشنز، وعارف امتى اعمل زوم ان وامتى اعمل زوم اوت، ولما اجي اعمل زوم ان عشان اشد انتباه العميل، ولما اجي اعمل زوم اوت عشان خاطر اوري العميل فكره عامه. خلاص انا كده فيديو اديتور. طب اهم الادوات اللي موجوده عند الاثنين دول، اذا كان جرافيك ديزاين فهو اهم الادوات عنده هي الفوتوشوب والالستريتور. طب ولو انا فيديو اديتور، طبعا بريمير وافتر افكت. دي الادوات اللي عندي. انا ازاي بقى ابقى شاطر اصلا في المجالين دول؟ عينك يا صديقي. يعني لازم العين تشوف كتير عشان المخ يبدا يكون الفكره. لما العين تشوف كتير، كل الصور او الفيديوز اللي انت شفتها مخك بيبدا يسجلها، فبالتالي لما تيجي تعمل فكره تلاقي مخك تلقائي بيجمع اللي انت شفته ده كله وبيحطهم في فكره عشان يطلع ميكس، يطلع لك احلى حاجه. فلازم الجرافيك ديزاينر او الفيديو اديتور لازم يكون اهم سلاح عندهم بقى، سيبكم بقى من ادوبي خالص، اهم سلاح عندهم هو بنترست، واهم سلاح عندهم هو التغذيه البصريه. لازم يتفرجوا كتير على الديزاينات، لازم يتفرجوا كتير على الفيديوهات، لازم يركزوا في كل ديزاين يشوفوه، لازم يركزوا في كل فيديو يشوفوه عشان فعلا يعرفوا يبقى عندهم تغذيه بصريه قويه ويعرفوا يطلعوا الفكره بسهوله. انا بقى عايز ابقى ميديا باير. طب تعالى كمان، انت بتحب الارقام؟ لا، عشان تبقى ميديا باير لازم تكون اصلا بتحب الارقام. انت مش شاطر في حساب او مش شاطر في الماس او ما بتعرفش تحلل ارقام، او انت اصلا بتتلخبط 3 زائد 4 بتساوي كام او 7 في 9 بكام، ما تنفعش ميديا باير. ميديا باير لازم يكون شاطر جدا في الارقام. ليه؟ عشان يعرف يشوف الاول، يحسب نتائج اعلاناته، يعرف يبص على الميتريكس اللي طالعه له، ويعرف إيه مثلا ندي مثال، انا عايز احسب الانجيجمنت ريت بتاعي، فالانجيجمنت ريت بيساوي الانجيجمنت على الريتش. طيب انا مش فاهم اصلا ليه، يبقى هعمل ايه؟ طيب خلينا ندي مثال واحده واحده. انا عايز احسب دلوقتي مثلا الانجيجمنت. طيب الانجيجمنت ريت هنا، انا لو مش فاهم رياضه مش هعرف ان الانجيجمنت ريت هو بيساوي الانجيجمنت على الريتش عشان اجيب الانجيجمنت ريت بتاعي. طب انا دلوقتي عايز احسب مثلا الاعلان بتاعي كسبان ولا خسران، بس انا مش عارف اقرا المترك اللي موجوده. طب ما انت كده مش هتبقى ميديا باير شاطر. ما هو الميديا باير يا جدعان مش هو حد بيكريت اعلان، والله الشات جي بي تي يعمله لك عادي. ميديا باير مش حد بيكريت اعلان، ميديا باير حد فاهم ارقام، بيعرف يعدل، بيعرف يقرا نتائج اعلاناته كويس عشان بعد كده يعمل، اذا كان هيعمل سكيل او هيعمل ايديت. ده الميديا باير. انت مش بتفهم الحساب او ما بتفهمش الرياضيات، صدقني ما تنفعش. طيب انا بفهم رياضيات حلوه قوي يا عبد، وفي الداتا اناليسيس ما اقولكش، بس انا بخاف
ما تنفعش. ميديا باير لازم يكون قلبه قوي وقلبه قاعد بحساب، مش على الفاضي، بس لازم يكون قلبه جامد بيصرف، مش خايف يصرف. بعد كده بقى خلصنا الميديا باير، نيجي للاس اي او سبيشالست. انا حد بحب امسك جوجل اقعد افنطه واقعد اشوف بقى انا كل كلمه هقول لها هتجيب لي نتيجه بحث ايه، ولو كتبت قلم هيجيب لي نتيجه بحث ايه، ولو كتبت انا عندي منتج اسمه غساله فانا ممكن اعمل بحث عن طريق الشرابات يجيب لي الغساله. هو ده الاس اي. حد عنده صبر، حد عنده صبر رهيب جدا ان هو يقعد يجمع يشوف ايه الكلمات الكي ووردز اللي تنفع في المجال بتاعي، وهل الكلمه دي متاحه ولا لا. انت عندك الصبر ده. وبرده في حاجه، الاس اي او لازم يكون عنده حته معرفه بسيطه في الاتش تي ام ال، معرفه بس، مش لازم يكون بيفهم فيها قوي، بس مجرد معرفه. والله يا عبد الله انا عايز ابقى سبيشال، هل انفع ولا ما ينفعش؟ طب هسالك سؤال ونرد عليه بسيط. انت دلوقتي بتقعد تسكرول على الموبايل لمده قد ايه وبعد كده بتزهق؟ طب ما تفتح البلاتفورم بتاعتك كده، وريني الاكونت بتاع الانستجرام بتاعك، وريني الاكونت الفيسبوك بتاعك. هل انت حد كل ما بيعجبه حاجه بينزلها، ولا بيقول لا دي لايقه تتحط جنب دي ودي لايقه تتحط جنب دي، وانا انزل دي دلوقتي عشان في ترند دلوقتي شغال كذا، وكان في ترند امبارح بيقول كذا فانا هنزل كذا، وبنزل بانتظام عشان خاطر اجو فايرال؟ هو ده السبيشالست. حد منظم جدا، حد عارف يسكرول على الفيسبوك ويسكرول على السوشيال ميديا عامه وقت طويل ما بيملش عشان يعرف اخر الاخبار. طب دي ادواته ايه يا عم عبد الله؟ او ايه اهم التولز اللي تبقى موجوده معاه؟ انستجرام، جوجل ترندز، تيك توك، فيسبوك، سوشيال ميديا سبيشالست. اهم الادوات اللي لازم تكون موجوده عنده يا صديقي هي السوشيال ميديا بلاتفورم. بس لازم برضه يكون منظم، لازم يكون عارف الترندات، ما بيزهقش من القعده على السوشيال ميديا كتير. ده السوشيال ميديا سبيشالست. وحاجه تانية مهمه جدا جدا جدا، لازم يبقى عارف لو حصل مشكله في التعليقات او لو حصل هجوم في التعليقات يرد ازاي. لازم يكون عنده القابليه ان هو يحتوي الموقف اللي حاصل لو حصل مشكله في التعليقات. لازم يكون حد فعلا منظم، كلامه مرتب، عارف الترندز، ما بيزهقش من القعده على السوشيال ميديا. احنا عرفنا اهم المجالات اللي موجوده او اهم التخصصات اللي موجوده في الديجيتال ماركتنج. خلينا نكون صريحين وواقعيين مع بعض، الديجيتال ماركتنج هو مجال واسع جدا، بحر ملوش اول من اخر. لو فاكر ان انت هتاخد نفسك وتروح نازل في البحر ده وتقول خلاص انا بقيت بعرف اعوم وهتسبح لحد ما توصل للبر التاني، اقول لك انت غلطان، هتغرق فيه. لازم تبقى عارف كويس جدا انت داخل المجال ده عايز منه ايه. وطبعا المقوله الشهيره بتاعتنا في مجال الماركتنج عامه، اعرف حاجه عن كل حاجه، بس اعرف كل حاجه عن حاجه واحده. يعني اعرف كونتنت، اعرف ميديا باين، اعرف جرافيك، اعرف فيديو اديتور، اعرف اي سي او، اعرف ان انت تعمل كوبي رايتنج. بس في الاخر لما تيجي تتخصص ما ينفعش تتخصص في كل دول، لازم تتخصص في حاجه واحده بس. طب ليه؟ عشان اقول لك دلوقتي هجيب اول عميل ليك ازاي. انا دلوقتي بقيت جامد وعرفت التخصص بتاعي ودرسته وبقيت حلو قوي. انا عايز فلوس، انا اصلا داخل الليله دي كلها عشان اكسب فلوس. فانا اكسب فلوس ازاي يا عبد الله؟ هقول لك. بص يا سيدي، اول حاجه عندنا اشهر منصه او اشهر مكان اقدر اجيب منه فلوس او اقدر اجيب منه عميل ليا هو لينكد ان. طب ليه لينكد ان؟ عشان لينكد ان بالبلدي كده هو الكافيه الشيك اللي انت بتروح ولابس بدله وتقعد تتعرف على اصحاب الشركات ومديرين الشركات وتبدا تعمل فيه انترفيو. هو ده لينكد ان. ففي لينكد ان حاول بقدر المستطاع تركب للسانك بدله. يعني ايه؟ دايما اتكلم في لينكد ان، اذا كان بوستس او اذا كان بروبوزل او اذا كان ايا كانت طريقه الكلام بتاعتك على لينكد ان، خليها دايما فورمال. حتى الصوره بتاعتك، خلي الصوره بتاعتك صوره بتقول ما ينفعش انا راجل مثلا محاسب اللي احنا شغال في بنك من اول ما خلقت الخليقه واحنا عارفين ان موظف البنك ده بيروح ببدله. ما ينفعش احط صوره بتيشرت على لينكد ان، يعني مش كده. طيب انا ماليش في جو الشركات يا عبد الله، وانا عايز دولارات، انا عايز اكسب. بص، مواقع العمل الحر او الفريلانس مواقع كتير زي فريلانس، ابورك، فيفر، خمسات، مستقل، كل دي اماكن ومواقع تقدر تجيب منها عميل فريلانس. طب المواقع دي بتحتاج ايه؟ بتحتاج حاجه اسمها بورتفوليو. لازم البورتفوليو بتاعي يكون قوي مش كبير. في فرق كبير جدا بين قوي وكبير. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو جرافيك ديزاين ما ينفعش احط في البورتفوليو بتاعي 97 صوره او 97 ديزاين، والله ما هبص عليهم مش هشوفهم، ولو عيني جابت هجيب واحد ولا اتنين تلاته بس مش هشوف كله. طب الصح بقى، الصح ان انت تخلي البورتفوليو بتاعك متنوع. لو انت كونتنت كريتور مثلا، خلي البورتفوليو بتاعك بيقول ان انت اشتغلت في مجال الطب، مجال الهندسه، مجال الكوزماتكس، مجال الريل استيت. مش لازم تقول انت اشتغلت في كام حاجه في الريل استيت، المهم اعرف ان انت اشتغلت في الريل استيت. اديني نموذج في المجال ده. لو انت جرافيك ديزاينر مش لازم تحط بوستس او ديزاينز انت عاملها للاي كوميرس فاشن 60 ديزاين، مش فارق معايا. انا عايز اشوف بس الديزاينز اللي انت عاملها في المجال ده. في مجال تاني انت اشتغلت فيه في الكوزماتكس، في مجال تالت انت اشتغلت فيه مثلا في الفارماسيست، في مجال تالت انت اشتغلت فيه مثلا في الريل استيت. حط
حط لي التنوع، اديني تنوع، ما تدينيش حاجات كتير. والله 10 ديزاين، كل ديزاين قوي موصل الفكره بتاعته، محافظ على الايدنتيتي بتاعت البراند في مجال مختلف، احسن بكتير جدا ما تديني 100 ديزاين كلهم في مجالين اتنين بس. ده بالنسبه للبورتفوليو. وبعد كده بنروح للبروبوزل. طب في البروبوزل بقى يا عبد الله، بص بقى وقرب لي كده واسمع الكلمتين دول. لو انت الانجليش بتاعك مش قوي فخليك مستقل وخمسات. ليه؟ عشان دول عرب، بالتالي نفس الكالتشر تقريبا ونفس اللغه، هفهمهم هيفهموني، مش هيبقى فيه صعوبه في التواصل، مش هيبقى فيه صعوبه ان انا افهم العميل بتاعي عايز ايه. مهم جدا 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 وانت بتعمل البروبوزل بتاعك عشان تقدم على شغل ايا كان هو ايه الجوبز اللي انت رايح تقدم عليها، لازم تبقى فاهم اصلا العميل عايز ايه. ولما تبدا تتعامل معاه وتبدا تشتغل معاه لازم تبقى عارف توصل له فكرتك وفي نفس الوقت عارف تفهم فكرته. طب انا ما بعرفش اعمل كل ده، يبقى ما ينفعش. عشان كده بقول لك لو انت مش قوي في الانجليش، روح الاول خليك قوي في الانجليش وبعد كده ادخل المواقع العالميه زي فريلانس وابورك وفيفر. بص بقى، نصيحه اخيره هنصحها لك وركز فيها جدا. اوعى 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 لو دخلت مجال الديجيتال ماركتنج تروح تدفن نفسك في شركه. يعني مش معنى كده انا بقول لك ما تشتغلش في شركه، اشتغل في شركه، بس اللي شغال في الديجيتال ماركتنج لازم يكون بيشتغل في شركه وعنده شغل اكونت او 2 أو 3 فريلانس. ده اهم حاجه. وما تتخضش لما تسمع ان في مثلا ناس شغالين في الديجيتال ماركتنج ايا كان التخصص من التخصصات دي بيعملوا الوفات ومئات الالوفات كمان. لا بتتعمل، بس هي الفكره هو فهم اللعبه صح. انا اقدر اشتغل في اكتر من مكان ومع اكتر من عميل في نفس الوقت، ما ينفعش ادفن نفسي في مكان واحد وابقى موظف زي اي موظف. وبما انك فضلت معايا يا صديقي لحد اخر الفيديو، فتعالى بقى اقول لك على المفاجاه اللي انا شايفها. انت هتسيب لي كومنت بتقول لي المجال اللي انت حابب تتخصص فيه، واحنا هنساعدك ونقول لك انهي مكان وازاي وفين تقدر تطور نفسك وتقدر تنمي مهاراتك، وايه اهم السكيلز بقى اللي لازم تكون موجوده عندك. زائد تابعونا الفتره الجايه عشان خاطر هيبقى في فيديوهات كتير جدا هنتكلم فيها عن مجالات الديجيتال ماركتنج عامه. انت دلوقتي هتسيب لي كومنت تقول لي المجال اللي انت خلاص عايز تتخصص فيه، واحنا هنرد عليك ونقول لك ايه اهم السكيلز وازاي تبدا في المجال ده، وازاي لو انت اصلا بادئ في المجال ده تطور نفسك فيه. مش بس كده، وهنوديك كمان عشان تكسب اول عميل. الى اللقاء في فيديو جديد من سلسله فيديوهات جينيو اكاديمي.